اهلا بيكم متابعينا متابعين قناتكم زيزو تك. امبارح نوكيا اصدرت 4 هواتف في مصر، النوكيا 3310 والنوكيا 3 والنوكيا 5 و6. ال 3310 حاليا متوفر في الاسواق، لكن النوكيا 3 والنوكيا 5 والنوكيا 6 هينزلوا في بداية الشهر القادم. النهارده احنا هنتكلم عن النوكيا 5. اول حاجة هنتكلم فيها هي تصميم الهاتف. تصميم الهاتف من اول نظرة ليه هتعرف ان ده من نوكيا، مش كلمة نوكيا بس عشان مكتوب على التصميم، لا، علشان هو شبيه لهواتف لوميا بتاع زمان جدا، وخامات تصنيعه كويسة جدا. الهاتف مصنوع بالكامل من الألمونيوم. من الأمام هنلاقي شاشة بقياس 5.2 انش، على الشاشة كاميرا بدقة 8 ميجا بكسل، جنبها سماعة المكالمات ومستشعر وشعار نوكيا. أسفل الشاشة هنلاقي زرار النظام مضيئة وزرار رئيسي مدمج فيه مستشعر البصمة. من الجنب اليمين هنلاقي أزرار الصوت، تحتيهم زرار الباور. من الجنب الشمال درج منفصل لتركيب شريحتي اتصال تدعم الجيل الرابع، ودرج تاني لتركيب ذاكرة خارجية تدعم زيادة لحد 128 جيجا. وده شيء كويس ان انت تقدر تركب ذاكرة خارجية وشريحتين اتصال في نفس الوقت. ومن اعلى الهاتف هنلاقي فتحة 3.5 ملم، ومن اسفل الهاتف هنلاقي فتحة اليو اس بي 2.0، جنبيها ميكروفون، جنبيها سبيكر الهاتف الاساسي. من الخلف هنلاقي كاميرا بدقة 13 ميجا بكسل، تحتها فلاش مزدوج، وفي منتصف الظهر هنلاقي اللوجو بتاع نوكيا. والهاتف برضو بيجي بسمك 8 مللي. ورأيي ان تصميم الهاتف جذاب وخاماته محترمة جدا. الهاتف زي ما قلت في البداية انه مصنوع من الالومنيوم، وده شيء كويس ان نوكيا عايزة تقول للناس ان خاماتنا ما اختلفتش عن البداية، ولسه زي ما احنا الجودة بتاعتنا معروفة. وبعد كده هنتكلم عن الشاشة. شاشة الهاتف بتيجي بقياس 5.2 انش اي بي اس ال سي دي بدقة اتش دي 1280 في 720. تيجي محمية بطبقة حماية جوريلا جلاس 3 بكثافة بكسلات 282 بكسل. ومساحة الشاشة 69% من المساحة الكلية للهاتف، معنى كده انها تكون الحواف اللي فوق الشاشة وتحت الشاشة كبيرة نسبيا. بالنسبة لنظام التشغيل، فنظام التشغيل بتاع الهاتف بيجي 7.0 نوجا، وهتكون الواجهة الأساسية للهاتف هي اندرويد خام. بالنسبة للمواصفات، فالهاتف بيجي بمعالج سناب دراجون 430 بتردد 1.4 جيجا هرتز، ومعالج رسوميات ادرينو 505. شيء كويس ان نوكيا لما رجعت تاني للسوق رجعت مع معالجات سناب دراجون، بس المفروض كانت تحط معالج سناب دراجون اعلى من ده شويه، بس برضو شيء كويس انها حطت معالجات سناب دراجون. وبالنسبه للرامات والمساحه قليلين نسبيا، هما 2 جيجا رام و16 جيجا مساحه داخليه، وده شيء حاليا ابتدى ينقرض في سنه 2017 في كل الهواتف اللي بتنزل. مثلا التكنو دبليو 5 هاتف رخيص بس مساحته 32 جيجا. ممكن تشوف المراجعه بتاعته من الاي اللي هتظهر دلوقتي. المراجعه بتاعته فعلا انا تعبت فيها ومراجعه كويسه، ان شاء الله تعجب. وبعد كده هنتكلم عن الكاميرا الخلفيه للهاتف. بتيجي بفتحه عدسه واسعه اف 2.0 وفيها تركيز تلقائي، وبتصور فيديو لحد فول اتش دي. بالنسبه للكاميرا الاماميه برضو بنفس فتحه العدسه اف 2.0 وبتصور فيديو لحد فول اتش دي. حسب الارقام دي الكاميرا الخلفيه والكاميرا الاماميه هيدوك اداء ممتاز. وبعد كده هنتكلم عن البطاريه. بطاريه الهاتف بتيجي بسعه 3000 ملي امبير. للاسف ما بتدعمش الشحن السريع. شيء كويس ان تكون البطاريه كبيره، بس ما يكون بس الشيء اللي مش كويس انها ما بتدعمش الشحن السريع. فبكده انت عندك بطاريه كبيره بس وقت الشحن بتاعها هيكون حوالي 3 ساعات. بالنسبه بقى لاخر حاجه وهي سعر الهاتف. سعر الهاتف متوقع يكون حوالي 3500 جنيه لفوق. وفي الاخر رايي انا عن الهاتف بالنسبه للسعر انا اديه 3000 جنيه 3200 جنيه، ده اعلى حاجه اديها له وما يزيدش عن كده. بالنسبه للفئه السعريه اللي وقع فيها النوكيا 5، الفئه السعريه بتاعته فيها منافسين كتير، هما الجي ار 3 2017 وبرضو الشاومي ريدمي نوت 4 وهواتف تانية كتير. الهاتفين دول هيتفوقوا طبعا عليه في الاداء، لكن هو ممكن يتفوق على الشاومي ريدمي نوت 4 في الكاميرا، عشان شاومي طبعا معروفه ان كاميرتها مش جامده قوي. لكن النوكيا 5 انا شفت له مراجعات اجنبيه وبيقولوا ان الكاميرا بتاعته كويسه الى حد ما. ودي كانت كل حاجه في المعاينه ورايي عن الهاتف. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.